الحمد لله رب العالمين، هدى أهل طاعته إلى صراط مستقيم، وأباح أهل محبته جنات النعيم، وعلم عدد أنفاس مخلوقاته بعلمه القديم، يسبحه الطائر في وكره، ويمجده الوحش في قفره، أحاط بعمل العبد سره وجهره، وكفيل للمؤمنين بتأييده ونصره. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أحاط بكل شيء علما، وغفر ذنوب المذنبين كرما وحلما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقول عنه أنس بن مالك رضي الله عنه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله، ولقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي لشيء فعلته لم فعلته، ولا لشيء لم أفعله لم لا تفعله، ولقد كان صلى الله عليه وسلم يخدمني أكثر مما أخدمه. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، يا صاحب الخلق العظيم. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، حديثنا اليوم عن التنمر والسخرية وأثرهما في الفرد والمجتمع. سخرية، ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وفي آيات أخر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: أيها الناس، إن أباكم واحد وإن ربكم واحد، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بحلق الكعبة ويبكي بكاء مريرا،
فيقول له أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: وكيف لا أبكي يا أبا بكر، وهذه آخر حجة ولا أحج بعدها، أبكاني فراق الكعبة وتوديع المسلمين. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، ألا فليبلغ الشاهد الغائب أن مثلكم، أي مثل الأمة المحمدية بعد محمد بن عبد الله، كمثل شجرة بلا ثمر. نعم، لا تسخروا من خلق الله. انظروا إلى لقمان عليه السلام، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نعم، ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، فكلنا مؤاخذون على ما نتقول به. ولذا يسأل معاذ: يا رسول الله، أئنا لمؤاخذون على ما نتفوه به؟ فرد عليه صلى الله عليه وسلم في غلظة وغضب: ثكلتك أمك يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم، الكلمة إما ترفعك إلى أعلى الدرجات وإما تحطك في أسفل الدركات. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله فيرفعه الله بها إلى أعلى الدرجات، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله فتهوي به في جهنم 70 خريفا. نعم، فعلينا أن نحتاط من الكلام. وقد اتهموا رسل الله وسخروا من رسل الله، فقد سخروا من نوح حتى رد عليهم نوح عليه السلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. نعم، وقد تنمر إخوة يوسف على يوسف عليه السلام، إخوته، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طب نعمل إيه؟ اقتلوا يوسف نخلص منه، ده أخوهم، أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. راحوا لأبوهم في بكاء، ولكن بكاء بمكر: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. أجمعوا مكيدة ليوسف وهو أخاهم. من الذي نجى يوسف؟ الله. هناك إله مدبر للكون، مهما عظمت الناس ومهما كثرت الناس لا بد من الحق أن ينتصر، لا بد للحق أن ينتصر. وأصبح يوسف عليه السلام
عزيز مصر، أصبح يوسف عزيز مصر في يوم من الأيام الذي باعوه أو شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الدنيا مش بتاعتك، الدنيا مش بتاعتك، لا. وقد تنمروا على خليل الله إبراهيم، تنمروا على خليل الله إبراهيم وجمعوا الجموع وأوقدوا النيران وأتوا بالمقلاع ورموا إبراهيم عليه السلام في النار حتى لقيه جبريل وهو في الهواء: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: لا، أما إليك يا جبريل فلا حاجة لي، وأما إلى الله فهو حسبي ونعم الوكيل. وجاء النداء من الله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تنمروا وتجبروا على رسل الله، تجبروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجمعت له الجموع يوم الهجرة. ايه النتيجة؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. من الناصر لرسول الله؟ الله. الناصر له هو الله. وخاطبه الله في قرآنه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومن كان الله معه لا يخيب سعيه، ومن كان الله معه لا تذل قدمه، ومن كان الله معه لا يخاف قلبه. لا تخف يا أبا بكر إن الله معنا. فكانت النتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. تجمعوا لرسول الله. تجمع خالد الهدلي عليه اللعنة وجمع 50,000 فارس من قومه، 1000 واحد جمعهم لرسول الله وقال: خالد سأقتل محمدا. ووصل الخبر لسيدنا النبي فقال صلى الله عليه وسلم: بل إنا قاتلوه. من يأتيني برأس خالد الهدلي وله الجنة. شوف الرجال، شوف الرجالة، لا طيارات ولا مدافع، لا 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 لا، عاشوا حياتهم طوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتأخروا لحظة واحدة. فقام عبد الله بن أنيس وقال: يا رسول الله أنا آتيك برأس خالد الهدلي. ومشى عبد الله بن أنيس وتحرك من مدينة رسول الله إلى مكة. فقال له: بس هستأذنك يا رسول الله أن أقول في حقك كلام بذيء، هتكلم في حقك. فقال له: قل ما شئت يا عبد الله. قال له: صف لي هذا الرجل يا رسول الله. قال: هو رجل كبير قومه شاعرا إذا رأيته يا عبد الله كأنما رأيت شيطان، شكله زي الشيطان. وتحرك عبد الله بن أنيس ويحمل في قلبه إيمانا لو وزع على جميع من في الأرض لشملهم. ودخل مكة وإذ بهم يقولون له: ما الذي أتى بك يا عبد الله؟ اللي جابك إيه؟ قال لهم: والله لقد ضل بعيري فأنا أبحث عن بعيري ها هنا. لقى جماعة كده قاعدين. قال لهم: مين دول؟ قالوا: ده خالد الهدلي وجماعة معاه قاعدين. عشان إيه؟ هيقتلوا محمد ويدخلوا المدينة يأخذوا مقدراتها. فجالسهم وقال لهم: إذا كنتم تبغضون محمدا فإن بغضي لمحمد أكثر من بغضكم له. وجلس معه وقال لخالد الهدلي: إني أريد أن أبيت معك، عايز أنام معاك، أبيت معاك الليلة. قال: وكيف وأنا كبير قومي؟ ده أنا كبير القوم. قال: علمت أنك شاعرا فأريد أن أجادلك بالشعر.
بدأ يتكلم بالشعر سيدنا عبد الله، ورد عليه خالد الهذلي فأعجبه، قال له أيوة أنت هتبيت معايا الليلة. ودخل لينام، قال له دعني أستريح فإني تعبان من سفري. ونام عبد الله بن أنيس. ولما ذهب الليل قام عبد الله بن أنيس وأخرج خنجره من شواله وقطع رقبة خالد الهذلي ووضعها في خرجه وخرج. فلما رأينا النساء الدم صرخن، فدخلوا فوجدوا أن خالد الهذلي قد قتل وفصلت رأسه عن جسده. بدأوا يتحركوا هنا وهناك، فذهب عبد الله بن أنيس في مكان اختبأ فيه 3 أيام بدون طعام، فكان ينام بالنهار من شدة الحر ويقوم بالليل ماشيا حتى وصل إلى رسول الله ونظر إليه صلى الله عليه وسلم من بعيد وقال له: أفلح هذا الوجه يا عبد الله. قال: لا والله، بل وجهك أنت أفلح يا رسول الله. وأخذ الرأس ووضعها ألقاها أمام رسول الله، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: خالد الهذلي هذا الله الذي أراد أن يقتلني. ودعا لعبد الله بن أنيس، فقال عبد الله: يا رسول الله، الجنة كما وعدتني يا رسول الله. قال: نعم يا عبد الله. وأحضر له عصاه وقال: يا عبد الله، هذه العصا دعها معك تدخل بها الجنة وتتكئ عليها في الجنة. قال: يا رسول الله، أتكئ في الجنة؟ قال: نعم، فالمتكئون في الجنة قليلون. فأمسك عبد الله بن أنيس العصا فكانت لا تفارقه لا في نومه ولا في صلاته، وقال لأصحابه: إذا مت فدعوها في قبري ألقى بها ربي يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان حي لا يموت. ابن آدم اعمل ما شئت كما تدين تدان، أو كما قال: التائب حبيب الرحمن والتائب من